السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض القرنبيط الجميل اللي انتوا شايفينه المقرمش دوت. طبعا زي ما انتوا شايفين دوت كده مش قرنبيط، ده كنتاكي يا جماعة. شايفين جميل ازاي؟ شايفين ما شاء الله مقرمش، وكمان اللون بتاعه تحفة. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة خالص، ما خدتش معايا وقت خالص. دوت قرص القرنبيط انا عملته. طبعا ده مش القرص كامل، انا هوريكم دلوقتي القرص قد ايه دوت، بس يعني جزء منه كده. شايفين عملته بمنتهى السهولة، سريع جدا وجميل جدا. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس قبل اي حاجه نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هيكون عندي هنا القرص بتاع القرنبيط زي ما انتم شايفين كده. بصوا دوت قرصي كده، انا لسه مقطعتوش، هقطعه بقى دلوقتي وهنضفه. بصوا بقى هوريكم دلوقتي هنضفه ازاي. شايفين يا جماعه بالشكل ده. نحاول ان احنا نشيل الزوايد اللي هي الصغيره ديت لحد ما ننضف القرص بتاعنا. طبعا انا مسرعه الفيديو عشان بس وقت الفيديو ما يكونش طويل قوي، فعشان كده رحت سرعته. بصوا بقى هننضفه كويس كده، اي حته فيها غامقه او اي حاجه هنقطعها بالشكل دوت، او حته دبلانه او كده. بس هو القرص ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين كده جميل، مش دبلان خالص. هنقطع بقى بالشكل دوت. وعندي هنا كمان حاطه حله على النار، حاطه فيها ميه وسنه خل بس خالص عشان بس الحله ما تغمقش معايا. دلوقتي بقى هضيف لها الملح، ودلوقتي بقى احط القرنبيط بتاعي بعد ما اضيف الملح على طول. نزلي بقى القرنبيط على حسب الحله بتاعتك هتاخد قد ايه. طبعا انا شطفته الاول لان كان فيه كده يعني طينه وحاجات زي كده، فانا شطفته الاول. هو لو نضيف هيبقى مش محتاج ان هو يتشطف يعني، لان كده كده احنا لما بنسلقه هو بيشطف في الميه ديت اوريدي. بس هو دوت عشان كان يعني ما يوسخليش الميه بتاعتي، فانا شطفته. بصي بقى سلقتها بالشكل ده كده. مش هستنى لغايه لما يستوي على الاخر عشان ما يتهرش معايا، لا بصوا انا بشوفه كده هو كده لسه ني شويه. بس برضو مش هخليه لغايه لما ادوس على العصبه بتاعته ديت الاقي ان هي استوت، لا طبعا انا عايزاه برضو ادوس عليها الاقيها لسه جامده معايا. هطلعه بقى بالشكل دوت. طبعا هو مع البخار والسخونيه بتاعته بيكمل سوا في المصفى، لا هو بيصفي كده لوحده، هو يعني بيستوي تاني. خلاص كان ننزل بقيه الكميه بتاعتنا، وتعالوا بقى نعمل الخلطه الجميله بتاعه القرنبيط بتاعتنا النهارده. اول حاجه هيكون عندي معلقه كبيره من الثوم. بصوا دوت التوم اللي انا فرزته في الفريزر يا جماعه. شايفين اهوت؟ شايفين جميل وهو قاعد ابيض زي ما هو ازاي؟ ده بدون اضافات، بس احنا حطينا له ملح بس وفرمناه وحطيناه في الفريزر. تعالوا نكمل بقيه الخلطه بتاعتنا. حطينا التوم، هضيف بقى عليها دلوقتي الملح والتوابل. حطيت شويه من الملح وكمان شويه من الشطه وشويه من الفلفل الاسود، شويه من الكمون، وشويه كمان من الكزبره الناشفه. هقلب بقى، احط ميه على المكونات ديت، وهبدا بقى ان انا اقلبها كويس عشان بس التوم لو فيه كده قطع من التلج ولا حاجه تفتفت معايا. وهقلب كمان عشان الملح والتوابل. قلبت بقى المكونات ديت كويس، وهنزل عليها بالدقيق. بصوا بقى يا جماعه النهارده مش هنحط له بيض، هنعمل القرنبيط بتاعنا الجميل دوت من غير بيض. وديت بقى المفاجاه ان هو ازاي طلع بالشكل الجميل دوت والقرمشه الرهيبه ديت من غير بيض. تعالوا هنا هقول لكم. حطينا هنا دقيق، وهبدا بقى ان انا اقلب كويس كده بالمضرب او بالمعلقه او بايدك باي حاجه. قلبنا كويس، ولو لقيناها خفيفه زي ما خفيفه معايا كده هروح حاطه لها شويه دقيق تاني لغايه ما بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه دوت. شايفين انا عايزاه قوامها خفيف كده ما يكونش تقيل. ودلوقتي بقى عندي هنا شويه من الكزبره وشويه من الشبت. انا مش عايزه هنا في القرنبيط بتاعي بقدونس، حابه ان انت تضيفي بقدونس براحتك، بس انا الصراحه يعني محبش ان انا اضيف بقدونس. حطيت بس كزبره وشبت. وهنقلب بقى الكلام ده كله كده كويس مع بعض. وكده الخلطه الجميله بتاعه القرنبيط جهزت. دلوقتي بقى بعد ما خلصنا التتبيله ديت هجيب بقى قرص القرنبيط بتاعي، هقطعه لقطع صغيره وهضيفه في التتبيله ديت عشان بس يعني يتشرب من التتبيله ديت. انا عايزه قرص القرنبيط يكون متطعم بالتتبيله بتاعه الخضره والتوابل اللي احنا حطيناها في الدقيق. بصوا كده هنقطعها كده قطع صغيره، وهنضيفها بقى في الخليط اللي احنا عملناه دوت. بصوا لو هي كبيره كده هنحاول ان احنا نقطعها كده. طبعا انا هنا ما بقطعهاش يعني تكون سمكها عريض، لا انا عايزاها تكون يعني احاول نخليها مدوره.
قطعنا بقى القرنبيط بتاعي وضفناه في الخلطة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبه بقى، وتعالوا نعمل المكون الجاف. المكون الجاف معايا يا جماعه يكون شويه من الدقيق زي ما انتوا شايفين، عليهم كمان شويه من النشا. كميه الدقيق قد ايه، كميه النشا قد ايه، يعني الكميه اللي انت عايزاها. حابه تحطي كميه قليله وبعد كده تعملي تاني، هي عامه شويه من الدقيق على شويه من النشا، مش محتاجه اي حاجه يعني، ولا توابل ولا اي حاجه. هنطلع بقى كده التتبيل قرنبيط من التتبيله طبعا نشرف فيها، وهنحاول بقى ان احنا نغلفه بالخلطه الجافه ديت. شايفين؟ وعلى طبق هنا هنحطه، وبعد كده بقى هنروح واخدينه من الطبق على الزيت على طول. شايفين يا جماعه بالشكل ده؟ اظن سهل خالص. انا بغلف القرنبيط كده، حاطه الزيت بتاعي على النار مخليه يسخن خالص، واول ما يسخن اروح منزله في القرنبيط. بصوا بقى انا كده خلاص خلصت، تعالوا بقى ننزل في الزيت. بصوا عندي زيت خالص سخن اهوت. طبعا بعد ما سخن هديت النار شويه وحطيت القرنبيط. هنخليه بقى على النار وسط كده، يعني مش نار عاليه قوي ان هي تحرقه، ومش نار هاديه قوي ان هي تخليه طري معايا. لا، نار وسط كده في الاول، بعد كده نبدا نعلي النار شويه. ما نقلبش يا جماعه غير لما نلاقيه خد لون. طبعا دوت مش هيلزق في بعض زي بتاع العجينه، لا دوت هنلقى كل واحده لوحدها. واول ما الاقيه ابتدى ياخد لون زي كده بالظبط، اروح قلبها على وش التاني. شايفين هو كده بدأ ان هو ياخد اللون الذهبي معايا اهوت. هروح قلبها على الوش التاني على طول. طبعا لو الزيت كتير قوي مش هنحتاج ان احنا نقلبه على الوش التاني، هو هينزل يعني اوريدي هيحمر لوحده. قلبنا بقى القرنبيط بتاعي بالشكل دوت، هنخليه كمان ياخد لون على الوش التاني كده، وبعد كده هنطلعه مع بعض. شايفين يا جماعة جميل ازاي؟ كده خلاص هو حمر. شايفين انا كمان قلبته تاني لغايه لما خد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. اول ما ياخد اللون ده طلعيه. بصوا بقى مقرمش وكريسبي ازاي، وكمان طري من جوه وجميل اهوت. ضفت انا الكميه التانية، وتعالوا بقى نشوف الكميه اللي احنا طلعناها مع بعض. كملي بقى بنفس الطريقه، اظن سهل خالص. بصوا بقى يا جماعه القرنبيط عامل ازاي. تشوفيه مش هتقولي قرنبيط خالص، هتقولي ده عليه كنتاكي، هتقولي بانيه. يعني انا وبقلي فيه عيالي افتكروا ان انا بقلي بانيه، ما عرفوش خالص ان هو ده قرنبيط. عجبكم بقى الفيديو؟ لايك وشير وكمان اشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.